حكايتنا بتبتدي بواحد اسمه كرياشيما مياما، وبتتبعت له صورة البنت، وأول ما بيشوف الصورة بيبتسم. وعلى الجانب الآخر في مدينة أوساكا بنشوف بنت اسمها يوشينو، ودي كانت البنت اللي في الصورة، وكانت بتسأل جدها عن الجورنان اللي بيتكلم عن عالم الياكوزا، وبنعرف إن جدها يبقى من سلالة الياكوزا، وبيفرح جدها جدا لما بيشوف صورته في الجورنان ده. بس يوشينو ما بتبقاش مهتمة بكل ده، وكل اللي كانت عايزة تعرفه ليه مكتوب إن أحفاد القبيلتين قريبين جدا من بعض، وإنهم كمان قربوا يعلنوا خبر خطوبتهم. وبتتضايق جدا وبتتعصب لأنها ما قابلتش حفيد مياما اللي من طوكيو لحد دلوقتي أساسا، فإزاي بقى يبقوا كاتبين إنهم هيتخطبوا؟ وبيطلع إن جدها هو اللي نشر الإشاعة دي، وده لأنها وحيدة وعندها 17 سنة، وعشان كده جدها قرر إنه يدور ليها على عريس. وبيقول لها كمان إن حفيد مياما وسيم جدا، وإن هو شبه جده جاكو وهو صغير. وبنعرف إن جدها كان صاحب جاكو، وبيعرفها كمان إن هي طالعة حلوة بسبب جيناته، وإن هو عايز يشوف الجينات دي في حفيده، وبيبقى الكل بيقولوا عليها جميلة جدا. وبعدها جدها بيحاول يواسيها ويشجعها علشان تروح طوكيو، وده عشان تقابل كيريشيما. وبتسأل جدها إذا كان بيعمل كده لمصلحة العصابة، فجدها بيأكد لها إن الولد مش من الياكوزا أصلاً، وإنه هو مجرد ولد عادي جداً. ولما بتوصل بيت عيلة مياما بتنبهر من ضخامته، وبعد كده لما بتقابل جاكو بتلاقيه شكله حلو فعلاً، وهو كمان بيقول لها إنها طالعة شبه رينجي، وهي بترد عليه وبتقوله إن الناس بيقولوا لها إنها شبه جدها فعلاً. وبعد كده وهي متوترة بتسأله عن كيريشيما، وفجأة بتلاقيه واقف وراها، فبيبتسم كيريشيما وبيعرفها بنفسه، وبعد كده بياخدها علشان يوريها البيت، وبيقول لها إنه كان بيت قديم بس جددوه علشانها، غير إنه مش البيت الرئيسي، والبيت الرئيسي منفصل عن البيت ده. وبعدها بتحس يوشينو بالذنب عشان ما بتكونش عارفة إذا كانت هتحب تقعد هنا ولا لأ، بس كيريشيما بيحاول إنه يكون لطيف معاها، وبيقول لها إنه عادي جدا لو هي رفضت تعيش هنا، وإنه هو لاحظ إنها مجبرة على الموضوع ده، وبيقول لها إنه مجرد جواز ما بين 2 صحاب. وبعد كده بيقول لها إنه لما سمع إنها جاية علشان تشوفه اتحمس وقتها جدا. وبعد كده بنشوف مدرسة أورين الخاصة، بنعرف إن يوشينو انبهرت جدا بكيريشيما وقررت إنها تنقل المدرسة دي، بس إحساسها إن جدها استغلها لمصلحة العيلة بيفضل معصبها جدا. وبعد ما بتتكلم مع كيريشيما وبتتمشى معاه بتحس إن هو فعلا مش واضح عليه إنه من عيلة ياكوزا، وبتطمن كمان جدا لما بتلاقيه شخص طبيعي. وفي وقت الحصة بتتصدم لما بتلاقي 3 بنات عايزين يتكلموا معاها، خصوصاً إن ما كانش حد في مدرستها القديمة بيحب يتكلم معاها، لكنهم لما سمعوا إنها جت المدرسة مع كيريشيما جم علشان يسألوها إذا كانت حبيبته ولا صاحبته، فبترد عليهم وبتقول لهم إنها مش صاحبته ولا حتى حبيبته. ففي بنت منهم بتخبط على الترابيزة وبتقول لها إنهم مش مصدقينها، وساعتها يوشينو بتستوعب في الوقت ده إنها هتشوف أيام صعبة جدا. وبعد كده بتلاحظ إن كل البنات مركزين عليها، بس كيريشيما بيفضل شاب طيب جدا في نظرها، وبيتفاجئ لما بيعرف منها إنه شاب مشهور، وخصوصا إن الطلبة ما بيتكلموش معاه نهائي، لكنه بيبقى فاهم إن دي حاجة منطقية بسبب إنه حفيد عائلة ياكوزا. فيوشينو بتقوله هي ما تعرفش هم عارفين كده ولا لأ، وبتحس ساعتها إنهم خايفين منه علشان كده، بس هو بيبتسم وبيقول لها إن لو الياكوزا عملوا حاجة فعلا الشرطة هتعرف وهيتعاملوا معاهم، وإن طول ما الناس عارفين الموضوع ده فمفيش داعي للخوف. وبعد الجملة دي يوشينو بتقف في مكانها وبتسأله إذا كان بيتضايق من النظرات دي ولا لأ، فبيرد عليها بطريقة مريبة جدا، وبيقول لها إنه ما فكرش في الموضوع ده قبل كده. فيوشينو بتتصدم جدا من نبرة صوته اللي اتغيرت فجأة،
لكنها لما بتلاقيه رجع تاني لطبيعته ما بتفكرش كتير في الموضوع. وبالليل وهي نايمة بتصحى فجأة وبتقعد تفكر في اللحظة اللي هو اتحول فيها، وبعد كده بتخرج علشان تشرب وبتاخد بالها إن في نور جاي من عند الشباك. ولما بتبص من الشباك بتلاقي إن كيريشيما خارج من مكان وكان على إيده آثار دم، وأول ما بتاخد بالها إنه باصص في اتجاهها بتستخبى بسرعة علشان ما يشوفهاش، وبتترعب جدا من اللي هي شافته لأنها اتأكدت دلوقتي إن هو من الياكوزا. وفي اليوم اللي بعده في المدرسة ما بتقدرش تبطل تفكير في اللي حصل، لكن في نفس الوقت بتحاول تنكر ده، وبتقنع كمان نفسها إنها كانت بتهلوس من قلة النوم. وبعدها بتسمع كام بنت وهم بيتكلموا عليها بطريقة مش لطيفة وبيقولوا عليها مادية، وإن أكيد كيريشيما مش معجب بيها. وكمان واحدة من البنات بتطلع عليها إشاعة وبتقول إن عليها ديون وعاوزة تتجوز واحد غني، فبتفتكر وقتها إن دي تبقى نفس المعاملة اللي كانوا بيعاملوها لها في مدرستها القديمة. وبعد المدرسة هي وكيريشيما بيخرجوا سوا وبتقوله إنها عايزة تسحب فلوس وهترجع بسرعة، بس فجأة في 3 شباب بيروحوا ناحيتها، فبتستغرب إنهم جايين يضايقوها لأن عمر ما حد ضايقها قبل كده غير بس عم ياماي البقال. وفجأة ال3 شباب دول بياخدوها وبيمشوا معاها وهي بتحاول تشرح ليهم إن في حد معاها. وفجأة كيريشيما بيمسك واحد منهم من ظهره وبيقول لهم إنها تبقى معاه، فالشاب وقتها بيحاول يتخانق معاه، بس ساعتها ملامح وش كيريشيما بتتغير وبيقوم كاسر إيد الشاب وكمان بيكسر إزازة على دماغه. وساعتها بقية الشباب بيتوتروا، وخصوصا لما بيشوفوا ابتسامة كيريشيما اللي بتقلقهم. وبعد ما كيريشيما بيمسك الشابين التانيين وبيضربهم، يوشينو بتخاف وبتترجاه يبطل ضرب فيهم، فبيلف راسه وبيبتسم ليها وبيقول لها إنه خلاص قرب يخلص. وبعد كده كيريشيما بيقول للشاب اللي بيضربه إنه يبقى يحكي عنه لأصحابه، ولو هو عايز ينتقم منه فهو هيكون مستنيه علشان يقتله ويقتل عيلته. ووقتها الشاب بيحرك دماغه، فكيريشيما بيسيبه وبياخد يوشينو وبيمشوا. وبعد كده بيشرح لها إن الحياة المنعزلة اللي كانت عايشاها مع جدها هي اللي خلت الكل يعرفوا إنها تبقى حفيدة قائد الصوماي، وإن أكيد كان في حد معاها دايما بيراقبها، وبيحذرها وبيقول لها تاخد بالها بعد كده عشان البلد مش أمان زي أوساكا. وهم ماشيين بتقوله إن هدومه عليها دم، ومن غير أي تفكير بيخلع التيشيرت، فبتتصدم يوشينو لما بتشوف الوشوم اللي رسمها، فبيقول لها إنه نسي يحكي لها عنهم. ولما بيجي يقرب منها بتخاف وبتبعد إيده، وبعد كده على طول بتعتذر منه وبتقوله إنها ما كانتش تقصد. فساعتها بيرد عليها وبيقول لها إن الموضوع ده متعب وإنه هو مش هيقدر يكمل معاها على الموضوع ده. وفي الوقت ده يوشينو بتلاحظ إن نبرة صوته اتغيرت وبيعرفها إنه كان متوقع حاجة تانية خالص، لأنها تبقى حفيدة واحد من عصابة الياكوزا، وإن هو كان مفكرها إنها تطلع بنت أنانية وما بتفكرش غير في نفسها، وإنها المفروض كانت تتصرف معاه بأسلوب غير كده خالص. وبتعجبه كمان فكرة إن كل البنات بيغيروا منها، وإنها كمان ما عندهاش صحاب، وكمان مخلياه مش فاهمها، وكل ده وهي واقفة مكانها مش فاهمة كلامه. فبيوضح ليها إنها طلعت عادية جدا أكتر ما كان فاكر، وإن هو في الحقيقة متضايق جدا منها لأنه كان مفكر إنهم هيستمتعوا سوا، لكنه دلوقتي حس إنها هتكون عبء عليه، وحاسس إنها مش ليها أي قيمة وإنها مش هتنفعه. فبيقول لها إنها على الأقل تجيب له فلوس على الوقت اللي ضيعه معاها، وبيعرض عليها إنها تعمل حاجات غلط علشان تجيب له فلوس في وقت صغير، وإنها ساعتها ممكن تعمل 1,000,000 ين في شهرين. وبيقول لها إنها لو مش تقدر تعمل كده فالأحسن ترجع مدينتها تاني وتقول كمان لعيلتها الكلام اللي قاله لها، لأنه أساساً ما عندوش أي مشكلة يعمل حرب بين العصابات، وإن هو ممكن وقتها يخلوه قائد مثلاً.
وبيكون المهم بالنسبة له إن تحصل أي مشكلة. وكل الكلام ده يوشينو بتكون مصدومة منه، وإن في حد سيء جدا كده زي كيريشيما عايش معاهم على الكوكب. وبعد كده بنشوفها وهي محتارة ترجع فعلا ولا لأ. ولما بتيجي تفتح الدولاب بتاعها اللي في المدرسة بتلاقي كل حاجاتها مليانة طين، ودي بتكون أول مرة تتعرض فيها للتنمر. فبتقرر إنها تصور دولابها وتبعته لجدها، بس بتحس إنها لو عملت كده مفيش أي حاجة هتتغير. وبالليل وهي بتغسل جزمتها بتفكر إنها ترجع لمدينتها تاني. وبعد كده بتلاقي جدها بيتصل بيها وهو كله حماس، وبيفهم جدها من صوتها إنها زعلانة جدا، بس هو برضه بيقول لها إنها محتاجة تقعد عندهم سنة حتى لو اتعرضت للتنمر أو التلاعب. وبيقول لها كمان إنها ما ينفعش ترجع حتى لو كان الموضوع صعب، وإن كل المطلوب منها إنها توقع حفيد صاحبه في حبها، وبعد سنة تقدر تيجي وتسيبه وما تبصش حتى وراها، لأن ده أكتر انتقام ممكن تعمله فيه. وبيعرفها إن كل البنات كانوا بيسيبوه، وكمان في مرة 3 بنات رموه في البحر، وبعد كده اكتشفوا إن هو عامل فيهم مقلب. وبعد ما بيقفل معاها يوشينو بتحس إن كل الرجالة اللي حواليها كدابين، بس بعد كده بتقرر إنها تعمل زي ما جدها قال لها. وعلى الجانب الآخر كيريشيما كان بيتكلم مع إيوي وبيقوله إنه يوشينو بقالها أسبوعين مختفية. فإيوي بيقلق لأنه عارف إن أبو كيريشيما ممكن يموته لو عرف اللي حصل ده، بس هو بيقوله إنه مقدرش يتحمل. وتاني يوم كيريشيما بيلاقي يوشينو داخل عليه الفصل، وبيتفاجئ لأنه كان مفكرها سافرت، فبتتريق عليه وبتفكره بالكلام اللي قاله لها علشان تجيب بيه فلوس. فبترميله بعد كده شنطة على الترابيزة وبتقوله إنها عملت كده فعلا، وقدرت إنها تجمع 4 مليون ين بكليتها، وبتقوله إنها عملت كده بمساعدة ناس تعرفهم. وفي نهاية كلامها بتضحك وبتقوله إنها بقت ممنوعة من الأملاح لباقي حياتها. ولما كانت قايمة عشان ترجع فصلها بتقوله إنها مش هترجع مدينة أوساكا، وإنها كمان مش فارق معاها اللي عمله، وبتقوله إن هيكون في عواقب على اللي هو قاله. وبعديها بتنادي على البنات اللي كانوا بيضايقوها وبتقولهم إنها مش هتسيبهم وهتخلي كمان حياتهم عبارة عن جحيم. وكيريشيما لما بيشوف الوش التاني بتاعها بيتصدم جدا، وبيمسك ايدها قبل ما تمشي وبيبتسم وهو بيقول لها إن هو بيحبها. ولما هي بتتصدم من كلامه بيقول لها إن دي من أكتر التجارب الحماسية اللي هو عاشها، وبيكون مقتنع إنها عملت كده لأنها بتحبه، وبيقول لها على طول إنه عايز يتجوزها عشان تغير له حياته، لكنها ساعتها ما بتبقاش فاهمة هو بيفكر في إيه. وبعد كده بنلاقي يوشينو بتتسحب وهي في المدرسة عشان تحاول تتجنب كيريشيما لأنها عايزة تاكل في هدوء، لأنه ما بيسيبهاش وكل دقيقتين بيظهر قدامها. وفي الوقت ده بتحس بوجع في معدتها، وبتحس إن كيريشيما بيفكر في حاجة لأنه جاي دلوقتي يقول إن هو بيحبها بعد ما كان بيقول لها في البداية تروح تتصرف له في أي فلوس. وغير كده كمان على طول بيبتسم، فما بتبقاش فاهمة هو بيفكر إزاي. وفجأة بيجي من وراها وهو بيضحك كالعادة، وساعتها بتتخض وبتسأله هو عرف مكانها إزاي، فبيقول لها ده لأنه بيحبها. ولما هي بتسأله تاني بيعرفها إنه حاطط جهاز تتبع في الآيباد بتاعها، فبتتعصب ساعتها وبتكسر الآيباد نصين، لكنه ما بيهتمش باللي هي عملته، وبيقول لها إن باباه عايز يتكلم معاهم. وبعد كده بنشوفهم هما الاتنين وهم قاعدين في البيت مستنيين، ويوشينو في الوقت ده بتكون متوترة وبتحاول تفهم باباه عايزهم في ايه، بس جاكو بيكون مشغول. فأيوي وسوتا هما اللي بيجوا وبيعرفهم إن بنت الرئيس أكازا اختفت، وبيشرح ليها إنها تبع مستعمرة الياكوزا وإنها في المستوى الثالث من هرم العيلة، وبما إن عيلة مياما في المستوى الثاني فمن واجبهم يدوروا عليها. وبيقولوا كمان إنها ممكن تكون هربت أو اتخطفت.
والموضوع ما بيكونش مهم عندهم في الحقيقة، لكن بما إن يوشينو موجودة فبيطلبوا منها إنها تفضل مع كيريشيما اليوم كله لحد ما يلاقوا بنت أكازا. لكن بدل ما كيريشيما يخليها تقعد في البيت في أمان، بياخدها وبيعزمها على العشاء بره، وبيقعد يشوفها وهي بتاكل، وطبعا هي بتكون متضايقة جدا منه، فبتسأله هو معجب بيها ليه، وبتعرفه كمان إنه لو مفكر إنها هتحبه فهو أكيد بيحلم. فبيضحك كيريشيما وبيقول لها إنه بيحب كل حاجة فيها، وإن أكتر حاجة بيحبها طريقتها في الكلام معاه، وبالرغم إن كلامه بيكون لطيف جدا لكنها بتحس إنه مخبي حاجة، وفي نفس الوقت ده بتكون دي أول مرة حد يقول لها الكلام اللطيف ده، فما بتقدرش تقارن بينه وبين حد تاني. وبعد كده بيوريها صورة شيوري البنت اللي بتكون اختفت، وبيعرفها إن عندها 20 سنة وبتدرس كمان في جامعة كاناجاو. وأول ما يوشينو بتشوف صورتها بتسأله إذا كانت الوشوم اللي على إيدها حقيقة ولا لأ، وبنعرف من كيريشيما إنه اتكلم معاها من 2 في جنازة حد مهم جدا في العيلة، وإنها كانت بنت أنانية جدا ومتدلعة، وساعتها بتسأله إذا كانوا المفروض يقلقوا لا يكونوا هم كمان في خطر أو حاجة، لكنه بيقول لها إن ده مش هيحصل لأنه مش حفيد جاكو أساساً، لأن جاكو كان قرر ما يخلفش، وبكده جاكو ما عندوش أحفاد، وإن هو في الحقيقة يبقى ابن أخوه. بس لما كان كيريشيما عنده 12 سنة عمل مصايب كتير ولجأ وقتها لجاكو، وفي الوقت ده بتجيله مكالمة وبيعرف فيها إن في واحد من رجالة أكازا مات، وبيحكي ليها إن الضحية يبقى عضو مساعد في عيلة أكازا، واللي هو عنده سلسلة مطاعم في البلد. وبعد الخبر ده فمعناه إنهم في خطر فعلا، وبالأخص هي. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناة ومتابعة كل جديد.